يقول القرضاوي. الأخ محمد محمود اللي له علاقة أيضا بكلام الأخ مصطفى، باختصار فناء النار. ابن القيم له رأي يعني في الحقيقة، له رأي ولشيخه ابن تيمية رأي في أن النار ستفنى، الجنة باقية، وأما النار فيأتي عليها يوم تفنى. ولهم استدلالات بهذا، ابن القيم ذكر هذا في كتابه شفاء العليل، قال عنه الأخ ده في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وفي كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي كتاب ثالث. وابن ابن تيمية أيضا له كلام، وذكر ابن القيم أدلة كثيرة على هذا الأمر، ذكر 20 دليلا، وأن هذا هو الأليق بحكمة الله تعالى وبرحمته ما يعني. وبعدين ذكر 3 آيات في القرآن، قوله تعالى يعني قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم في سورة الأنعام. وذكر في سورة هود يعني فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. في الجنة فيها قال إلا ما شاء ربك، بس قال عطاء غير مردود، فالتعليق هنا غير التعليق هنا. والآية الثالثة في سورة النبأ قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا فالأحقاب مهما طالت يعني محدودة. افرض ان حد 1,000,000 سنة، ان الحقب 1,000,000 سنة بعد 3 فهو يعني يقول وله رأي، وهذا رأي يعني في الحقيقة ربما انا شخصيا استريح اليه، وارى ان هذا الاليق بحكمة الله تعالى ورحمته. وابن القيم على كل حال في كتابه هذا في الاخر قال يعني انه ترك الامر لله، ان ربك فعال لما يريد، لم يجزم هذا الشيء.